إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الجمال على عيونكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قلت اغير جو كده في بيت ماما، وانا قاعده في اوضه اختي لقيت عيني مش مرتاحه للنظام اللي هي عاملاه. قلت يا بنتي يا غدا، ما ينفعش تبقى قاعده كده والنظام مش عاجبك. قمت بقى ايه، استعنت بالله وجددت المكان للتغيير. مطلوب حتى التغيير، مطلوب حتى لو حاجة بسيطة بتفرق في النفسية، من غير ما نجيب حاجة ولا نكلف نفسنا بحاجة للديكورات ولا الكلام ده كله. فقلت بقى ايه، قلت بقى اقوم ايه اغير لها النظام بتاع العفش من مكانه، يعني هنقل السرير من مكانه والدولاب من مكانه كده، واغير لها نظام الأوضة. لان الدولاب ده وراه شباك، فقلت برضو الصيف دخل فهي هتبقى محتاجة الشباك. فهننقل الدولاب بقى والسرير، وهنطلع كمان على السلم نخليه زي الفل. انا بجد محتاجه اطلع كل الطاقه اللي عندي دي اللي عندي في الروتين ده. خليكم معايا، ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، وما تنسونوش في اللايك الجميل منكم عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات غيرة. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه كده قلت يا هادي بقى وابدا بالسرير. طبعا انتوا عارفين السرير ده بيبقى شايل الليله كلها. بدات الم الحاجات اللي على السرير بقى، والمفارش اللي على السرير، والم الحافظه لميتها اللي هي مفروشه دي، فحطيتها في الشمس تشمس. وللدفايه اللي هي بتتغطى بيها دي برضو ايه، طلعتها هي كمان تشمس. بدات الم بقى الشنط دي بقى اللي هي محطوطه على السرير دي، فيها حاجات بتاعتي وحاجات تخصها هي كمان. قعدت الم بقى الحاجات اللي موجوده على السرير دي. بعدين بقى ايه، هبدأ اطلع المخدات والحاجات دي برضو في الشمس تشمس شوية تشمس. معلش عايزة انام. تشمس شوية، ايوه كده زي الفل. وبعد كده بقى ايه، هبدأ بقى اتاخر السرير ده علشان ايه نزق الدولاب. الدولاب ده كان تقيل اوي، وانا قلت لازم بقى ايه ابقى يعني قدها ومحتاجش حد بقى وانا بزق الدولاب ده، بس للأسف ما قدرتش، فاستعنت بصديق. هو اللي زق معايا. كان حد يعني موجود معانا او كده، حد عزيز على قلبي يعني، زق معايا السرير وساعدني، كتر الف خيرها، وربنا يديها الصحه ويصلح لها حالها يا رب، ويسعدها يا رب ويريح قلبها. زقت معايا الدولاب. حطيناه هنا يعني في دخلة جنب الباب كده، وهنا بقى كنا خلاص نقلنا الدولاب. بدأت افتح الشباك بقى علشان خاطر ايه، انضفه من التراب اللي موجود بقى. هنا بقول لكم، هنا ورا الدولاب كان تراب جامد، شايفين التراب ده؟ كان كله ده ورا الدولاب، لان احنا كنا قافلين الشباك بالدولاب. فطبعا كل ده هنبدأ ننضفه قبل ما نحط السرير في المكان ده، لان السرير هيبقى في المكان ده. هبدأ بقى اشيل كل الحاجات اللي وقعت من الدولاب واحنا بنزقه، وهبدأ انضف الشباك. زي ما انتوا شايفين التراب كان وحش جدا، يعني صدري انكتم والله. قعدت انضف بالفرشة اللي هي بتاعة الجاروف ديت الشباك على قد ما اقدر، زي ما انتوا شايفين كده. اعذروني لو صوتي فيه اي حاجة، لان انا بعمل لكم الفويس متأخر وفي مرهقة شوية. بص، ما خليت الشباك زي الفل والله، نضفته وهو طلع تراب كتيرة بس زهقني بجد. عمال ما التراب ده يعني خرج منه، بدأت بقى أكنس الأرضية مكان السرير، عشان أنقل السرير عشان أعرف إيه أتحرك في الأوضة، لأني مش عارفة أتحرك من الأوضة لأن السرير محطوط بعرض الأوضة. هبدأ بقى أشد السرير عشان أبدأ، هو هيبقى مكانه كده تحت الشباك. هنا مرضتش اشيل الملاية لان طبعا انا بعفر في الارض وفي الشباك، فقلت خلي الملاية في الاخر عشان ابدا اغيرها بفرش جديد، فما ايه ما يتبهدلش مننا، ولا حتى كمان الكفر بتاع المرتبة يتبهدل. هبدا بقى انقل الكومودينو جنب تحت الشباك كده، جنب السرير، جنب اللي هو تحت الشباك يعني. لقيت المكان ضيق فزقته شويه علشان اقدر ان انا ايه احطه، زي ما انتوا شايفين كده. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك الحلو بتاعكم والكومنت الجميل منكم.
هنا بقى الشنطة دي هي كانت حاطة فيها هدومها للخروج الشتوي، لانها كنا خلاص كنا برضو نزلنا الدولاب ده ورتبناه، طلعنا الصيفي والشتوي، فقالت لي طلعه لي فوق الدولاب. فطلعت هنا برضو على الكرسي وطلعت لها الشنطة فوق على قد ما اقدر، لانها كانت تقيلة قوي، فرفعتها فما قدرتش اظبطها يعني كويس، فسبتها كده بقى لحد ما ايه، ما حد يبقى يجي يعدلها لنا كويس. هنا برضو التسريحة بتاعتها كانت عليها حاجات كتيرة وعايزة تترتب، وعليها تراب كده، لانها كانت بتفتح البلكونة. فقلت ايه، اشيلهم كلهم احطهم على الملاية الوسخة دي اللي هي مفروشة على السرير اللي لسه هغيرها دي، وابدا بقى امسح التسريحة وارجع ارصهم لها تاني. هنا البلكونة برضو قلت اما انضفها بالمقشة، لو عليها اي تراب ولا حاجة ابدا اشيله، علشان ما ارجع، ما ينفعش ابقى عملت التسريحة والسرير وارجع انضف تاني وتراب. هنا بقى كنت خلصت نضفتهم وبدأت اكنس في الأوضة ورصت لها التسريحة. ما جبتش معاكم رص التسريحة لانها خدت وقت مني كتير، يا ما شاء الله الله اكبر يعني، عندها حاجات كتير على التسريحة فخدت مني وقت. انا بدأت كنست الأوضة، انا كنستها مرتين يعني، كنستها مرة لميت فيها الزبالة ورجعت كنستها تاني لان كان فيها تراب ناعمة كده. هنا بقى بدأت ألم الزبالة بالجروف، بدأت أنفض بقى السرير عشان لو في جهة عليه تراب من الشباك ولا وأنا بكنس فما يبقاش، لأن الظهر بتاع السرير كابوتيني جلد، فأي تراب بيبان فيه. بدأت أنضفه وجبت ملاية نضيفة بقى عشان أفرشها، زي ما انتوا شايفين كده بفرشها، أفرشها لها. هو سريرها بصراحة محندق قوي بس جميل. هنا بقى ايه المخدات اللي كنت سايباها في الشمس بره، بدأت اغير الاكياس بتاعت المخدة. انا في الشمس يا جماعة عشان لو شايفيني مكشرة، انا ما بعرفش تقريبا، ما بعرفش افتح في الاضاءة العالية يعني، مش فاهمة ليه. وكنت بكلم حد قصادي فايه، دخلت بقى ايه عشان البس الاكياس المخدة اللي كانت في الشمس. ادخلي بقى. انا كنت بتكلم هنا، كانت اختي بتتكلم معايا يعني، فكنت اللي تفكروا بكلم نفسي. ما وصلتش لسه للمرحله دي، بس انا حاسه ان انا هوصل لها قريب. والله وانا بعمل لها الحاجه ببقى مبسوطه قوي، لان بحس ان انا عملت لها حاجه تفرحها والله، وهي تستاهل والله. مش انت تستاهلي يا سوسو؟ حصل. هي قاعده جنبي وانا بسجل الفويس، بس قايله لها ما فيش كلام، لان لما بنجتمع انا وهي في مكان ما بنبطلش ضحك، فقلت لها سيبيني بقى عشان اقدر اسجل الفويس، لان انا انفصلت وعايزه انام. احنا عدنا مرتين تلاتة اه قبل كده. والله. يلا الحمد لله. هنا بقى خلاص اهوت حط الكيس المخدة الكبير لبسته لها، وهبدأ بقى ايه افرشهم على السرير. والله سريرك جميل يا سوس. حبيبتي. والله بجد البيت الله اكبر ما شاء الله يعني، ربنا يوسع على اخواتي وكده. البيت ما شاء الله كبير، بس اما باجي ما اعرفش انام في اي اوضه. انا ليا في اوضه في البيت بنام فيها، لكن ما بعرفش انام في غير في اوضتها، والسرير بتاعها ما ياخدهاش احنا الاتنين، فبنقل المرتبه بتاعه السرير اللي في الاوضه التانية انقلها جنبها وننام عشان نعرف نسهر انا وهي مع بعض. هنا بقى طلعت جبت البطانية، هي مش دفاية، هي بطانية خفيفة قوي يعني. طلعت جبتها لها وطبقتها لها بقى، كانت خلاص في الشمس، جبتها لها بقى وايه وطبقتها ودخلتها جوه على السرير. هنا بقى هبدأ البلكونة بقى كان عليها تراب، وقلت ايه ابدأ اكنس البلكونة هنا ونفض الشباك ده. انتوا شايفين اللي هو عليه بلاستيك، هو عليه استريتش، هي حاطه عليه استريتش علشان يمنع التراب يدخل لها، فملفوف كده. انا كنت هشيله لها، قالت لي لو شلتيه الاوضه بتاعتي بتتردم بسرعه، لان طبعا احنا حوالينا فاضي وزراعه، فبقل شويه هوا التراب بيقوم بقى، فهي محافظه عليه بالاستريتش اللي موجود ده.
بدأت بقى أكنس في البلكونة. هي البلكونة بصراحة هي مش كبيرة بس حلوة، كفاية بس ان هي بص على المنظر ده. بتنفعنا في سهرات الصيف. اه والله تبقى جميلة. لميت بقى الزبالة اللي على الأرض، وهبدأ بقى ايه أمسح. جبت مية بقى وفيها اريال كده، وبدأت أرش بقى، لأن فيها ماسورة في البلكونة، يعني في صرف بيبقى فيها، فأنا بقيت بدلق، لأن المية بقت تنزل تحت يعني، فما كنت بدلق يعني. هو أنا هنا ما مسحتهاش، أنا عملتها بالمساحة مش بالشرشوب، يعني بقيت أدلق مية على الحيطان وعلى الجدران وكده. على الحيطان والجدران هي حاجة واحدة. يعني بص، أنا بقيت أرش على الجناب. وبدأت أدعك بقى بالفرشة. جماعي بعد ما خلصت الأوضة فصلت. لا عايزة انام. بقيت مرهقة. بدأت هنا بقى كنت دلقت المية الاريال، وبدأت اجيب مية بقى نضيفة برضو وادلقها، وكل ده المية بتنزل من الماسورة بتاعة البلكونة. بدأت اشد بقى بالمساحة. خلصت بقى بره، وقلت بقى هنا بقى للأوضة. حطيت ده معطر، كانت الازازة بتاعته مش عارفة فيها ايه كده، فهي كانت حاطة المعطر في ازازة المية دي. بدأت بقى ايه امسح هي كمان الأوضة. والله الواحد لما تعب في النظام ده، بس والله في النظام ايه. الواحد تعب في التغيير ده، بس بجد كان شكل الأوضة كويس جدا، وهي انبسطت بيه جدا يعني. مسحت بقى الأوضة. التغيير حلو يا جماعة، يعني غيروا من وقت للتاني يعني. حتى لو النظام اللي موجود انت عاجبكم، يعني لو مكان الدولاب موجود اللي عاجبكم، مكان السرير هو ده الوضع، مش مهم، غيروا وضع تاني وشوية وارجعوا للوضع اللي انتوا ايه اللي هو الافضل للأوضة. المهم ان ما يفضلش العفش محطوط في مكان طول الوقت. مش هتحسوا بتجديد ولا بطاقة. انت التغيير ده بيدي طاقة اصلا، بتحس ان انت نقلتي في مكان جديد. مجرد ما بننقل الدولاب في مكان والسرير نرجعه مكان تاني وكده، تحس ان في تغيير يعني انا حاسه ان الاوضه بقت حاجه تانية خالص والله. يعني حاسه ان الاوضه نورت قوي، وشكل الاوضه بقى احسن. والنظام اللي فات ما كانش وحش، بس برضو التغيير حلو يعني. الواحد اما غيرها حس ان هو عايز يفضل قاعد فيها بقى، ان قاعد في مكان جديد. ده الاحساس اللي بيجي لي الصراحه يعني. انا بعمل كده برضو في شقتي، بحب اغير النظام من الوقت للتاني كده، علشان خاطر ما ملش يعني، انا بزهق بسرعه. فبحب اغير النظام علشان خاطر يعني ايه ما. فانتوا كمان لما تلاقوا مثلا كده مفيش طاقه، او بيجي علينا وقت بزهق او بخنقه، جربي انك تطلعي طاقتك في الشقه، في المكان اللي انت قاعده فيه، ان تغيري المكان يعني اوضه الاطفال، اوضه الانتريه، الصاله، غيري منها النظام، هتلاقي حسيتي بطاقه تانية خالص، جددت الطاقه بتاعتك. هنا بقى كنت خلاص فرشت الحافظه بتاعتها، كان البلاط نشف وكده. فقفلت بقى الشباك هنا ده مش عليه ستارة، هي شايلة الستارة بتاعته لأن كانت دولاب، فاحنا ما كناش لسه لاقيينها، فما علقتش الستارة بتاعتها. هنا بقى الله، ده المزرعة ده برسيم والله، شكل البلكونة تحفة. هنا بدأت بقى أقفل بتاع ده البلكونة، وأفك بقى الستارة علشان خاطر ايه اقفل لها الدنيا بقى، عشان ما يبقاش في ناموس ولا كده، لان بصراحه هناك في الجو في الاماكن اللي فيها زراعه بتبقى الناموس بيبقى صعب جدا، فلازم تبقى مقفله بقى، يعني بتفتحي تهوي المكان شويه وخلاص تقفلي قبل ما يبقى في دبانه او ناموس. هنا خلاص بقى ايه قفلت الاوضه وقفلت لها الشبابيك وخلاص، كنت المروحه شغاله فقفلتها هي كمان. و وبوريك شكل الأوضة النهائي. مكان الدولاب هنا جميل أوي، لأنه محطوط في الحيطة اللي على قده يعني.
وصلنا بقى هنا للمرحلة الأخيرة اللي هي أكتر حاجة بتدينا راحة نفسية، السلم بتاع البيت. طبعا أنا كنت قايله لكم قبل كده إن السلم من هنا مفتوح، فأي هوا أي عاصفة ترابية بتقوم بتجيب كل التراب على السلم هنا، حتى لو السلم لسه مكنوس امبارح. فاللي هو مجرد أي شوية هوا تلاقي الزبالة اللي في الشارع كلها موجودة على السلم بتاع ماما. فبدأت أجيب السلم من فوق كده، أنا كنت بكنس من فوق، والله كنت خايفة لأن الحتة بتاعة القلبة بتاعة السلم دي مش متصورة، كانت صعبة، شكلها أصلا صعب. فطلعت كنست الدرجتين اللي فوق دول ونزلت بيهم بقى ايه لتحت. طلعت السلم فوق خالص كده على الدرج اللي فوق، عشان هما كانوا منزلينه بنعمل تقريبا المراح أو كده، مش فاكرة كانوا بيعملوا بإيه. فبدأت أكنس بقى السلم، جبت من فوق لتحت بقى وانا نازلة كده. وبرضو طبعا الفتحة اللي هي على السلم دي، الشباك ده اللي على السلم ده احنا لسه مركبناش فيه شباك، فبرضو التراب بيدخل منه. السرير صحيح، السلم من كل الاتجاهات ما بيجوله تراب. بدأت بقى زي ما انتوا شايفين كده نازلة بنزل جايبة السلم من فوق نازلة بيه. وقولوا لي التصوير كويس لاني ما كنتش بصور بالستاند، اختي اللي كانت بتصورني. السلم ده بقى بيكون واجهة البيت وعنوان النظافة للبيت، يعني اللي بيدخل بيلاقي السلم من بره كده بيبقى فاهم ان البيت جوه مزبلة، فلازم السلم ده يكون نظيف. فكان لازم ياخد حقه بقى بضمير، مسكته بقى كنسته كويس قوي، جبته من فوق لتحت وطلعت اي تراب فيه علشان لما انزل بمية يبقى الموضوع سهل. والله وعملت كده، وبرضه اتدلقت كم مرة لاني في الزوايا كده كان في تراب برضه ما كانش المقشة بتجيبه يعني. يعني الجناب اللي في الحاجات اللي هي الزوايا اللي في السلم دي برضو ما كانتش المقشة بتجيب، يعني بجيب على قد ما اقدر، بس برضو كان في تراب. بدأت بقى نزلت خلاص اهوت بالسلم من فوق لتحت اهوت. هنا مدخل البيت بقى. والجزء ده ابن اخويا اللي كان بيصورني. فمش مظبوط الصراحة يعني، بس يلا هو كان عايز يصورني فما قلت له ماشي. نزلت بقى بكل الزبالة دي بقى. جبت بقى مية فيها اريال ومعطر، وبدأت بقى بالكوباية الصغيرة دي ادلق بقى ايه على السلم في الاركان بتاع السلم كده، عشان التراب اللي موجود اللي المقشة معرفتش تجيبه ينزل مع المية. بدأت بقى ايه بعد ما دلقت كده على اول الجزء ده بدأت امسحه، اللي بدلق عليه مية ينزل ابدأ ايه امسحه بالشرشوبة. بصراحة انا كنت بقى انا بمسح السلم ده وانا ببقى حاطة ايدي على قلبي، ما اعرفش بقى بتزحلق منه. المشكلة في السلم نفسه ولا في الشبشب بقى، لان الشبشب برضه هو ناعم من تحت كده، فممكن يكون هو برضه اللي بيزحلق. فكنت ببقى براحتي خالص. السلم بقى مسكته الاول دلقت مية ونزلت بالشرشوبة لحد تحت، مسحته ورجعت دلقت تاني مية نضيفة فيه عليه ومسحته تاني، لان كان فيه تراب كتير قوي رغم ان انا كنسته، بس كان المية بتتوسخ بسرعة. بدأت ايه معايا جردل كده، جردل اللي هو بتاع المسيح، والجردل ده فيه مية بقى ادلق فيه على السلم، بنزل التراب اللي عليه وابدأ انشف بالشرشوب. انا بدأت برضو ايه لقيت المية هنا كتير، بدأت اجيب المساحة واشد بيها المية. يعني بدلق المية وانزلها بالمساحة واعد تاني عليها بالشرشوب. شايفين المية عاملة ازاي؟ انا غيرت المية دي مرتين. السلم كان فيه تراب كتير جدا.
انا كنت بحكي لها ان انا المره اللي فاتت كنت وقعت ازاي يعني. كانت هي اللي بتصورني اختي في المقطع ده. الواحد والله بيتعب في الحاجة، لو انتي بتعملي حاجة وتعبتي فيها في البيت او الكلام ده كله، فبيبقى بعد ما بتخلصي وبتلاقي النتيجة قدامك بجد يا التعب بنات ده ريحة النظافة بيروح. وهي طالعة من السلم كده تفتح النفس، وبتحسس ان اي حد داخل البيت ان في ايد نظيفة بجد. مجهود وتعب طبعا، من طلوع لنزول ومية كتير. عمال ما نزلت المية دي بصراحة تعبت جدا، بس كل يهون قصاد النظافة بتاعة البيت اللي انا شايفاها. انا كده يومي خلص، تعبت جدا والله، بس راضية عن النتيجة. النتيجة الحمد لله. النظافة مجرد ما بتتعبي وتشوفي مجهودك قدامك بتبقي خلاص كل التعب بيهون. هنا خلاص كنت خلصت المدخل بقى، هدلق المية بقى وهغسل الشرشورة. انا بوريك الشكل النهائي بقى للسلم. لو الفيديو بقى شجعكم حتى لو بحاجة بسيطة، ما تنسوش بقى في اللايك، ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو بتاعكم والكومنت الجميل منكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة نوروني وتشتركوا علشان عيلتنا تكبر بيكم وتدوني دفعة اكمل. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.